ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي؟ نقوله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا بقى الجمال والحلاوة، طاجن الرز المعمر. شايفين الرز مفلفل وجميل ازاي؟ تحفة. ولا ريحته بقى يا جماعة قلب الدنيا والله، قلب ريحة الشقة كلها. وبصوا الجمال بتاعه، شفتوا الحباية بحبايتها ازاي؟ والسر دلوقتي هتعرفوه ايه اللي بيخليه مفرفر كده وجميل. وعندكم بقى الصينيه ديت، صينيه فخار كده، دي تعملي فيها الطواجن في الفرن تحفه يا جماعه. بصوا شايفين دي صينيه بطاطس بالفراخ، بس الطريقه جميله وهتشوفوها دلوقتي هتعجبكم وسهله خالص لاي واحده مبتدئه هتعملها، داخله المطبخ جديد هتعملها. اكله سهله وتحفه، وبصراحة طلعت زي العسل يا جماعة. بصوا شايفين البطاطس مستوية والفراخ مستوية جدا. هنشوف الطريقة مع بعض، طريقة سهلة خالص وبسيطة وما فيهاش اي افتكاسات، بس حاجة تحفة. هنا هنقوله بسم الله. اول حاجة معايا كيلو من الرز كده، حطيته في الطاجن بتاعي. ليه بقى؟ هنعمل الطاجن الرز المعمر، حاجة تحفة. هنا بقى هغسله غسلة حلوة كده لغاية ما يبقى المية بتاعته بيضة. بصوا شايفين المنظر، غسلته غسيل حلو قوي. وهنا بقى معايا كيلو من الحليب. طبعا هو انا بحط كيلو من الحليب، والسر بقى اللي بيخليه مفرفر معايا كوباية مية. ليه بقى؟ لو حطيتي لبن خالص هيبقى متماسك في بعض الرز كده ومش هيبقى مفرفر معاكي. هنا بقى انا بحوش بقى وش اللبن. شايفين الوش اللي هو ايه؟ ناشف يعني، مش باخد بشيلش فيه لبن الحقيقة، يعني بشيل في ايه اللي هو وش اللبن الناشف اللي هو بعمله سمنة. هنا حطيت بقى ايه بتاع 4 معالق القشطة ديت اللي بتعمل سمنة، وما حطيتش بقى سمنة. ليه بقى؟ لان هو لو سيحتها انا كانت هيطلعوا لي دولت بتاع نص كوباية سمنة، فانا استكفيت مرضتش احط سمنة عليه. وحطيت معلقتين الشاي الصغيرين دول ملح، وكده ايه عياري مظبوط. الكيلو رز هيطلع تمام ومية مية معايا. هسيبه منقوع ساعتين بس. انا سبته منقوع ساعتين، انا عملت بدري الاكل شويه، تعملي الاكل بدري شويه وتسيبي ايه منقوع شويه. ليه بقى؟ يشرب بقى اللبن الحليب معاكي، ويشرب القشطه، ويشرب كل حاجته والملح وكله، وما ياخدش وقت معاكي في الفرن. هنا بقى هنعمله بقى صينيه البطاطس بتاعتنا العسل ديت. طبعا صينيه البطاطس دي محدش بيستغنى عنها، كل بيت بيعملها، بس لها طرق ياما. الطريقه بقى دي انا مرضتش اعمل ايه، كنت جايبه وراك كده، مرضتش اعملها لوحديها واعمل صينيه البطاطس لوحديها. لا، الصينيه يا جماعه دي الفخار عفوا، الصينيه الفخار ديت بتطلع لي الطواجن جميله. اعملي بقى طاجن الباميه فيها، اعملي طاجن البطاطس، اعملي بص طاجن خضار مشكل، هي بتطلع الاكل تحفه يا جماعه والله. هنا معايا بصلايه كده هقطعها شرايح. هي بقى الفراخ هتشرب منها، يعني كده كده هي في الفرن هتشرب كل التوابل بتاعتنا دي. هنا بصلايه كده متوسطه على على الوراك بتاعتنا. وخليت ايه بصلايه برضو صغيره للبطاطس. هنا حطيت طبعا بعد ما قطعتها كده هنحط بقى معلقه فلفل اسمر صغيره، وهنحط معلقه بهار مشكل او ال7 بهارات. ليه بقى؟ دي ال7 بهارات ديت بتبقى فيها كل التوابل اللي بتاعت الفراخ، يعني كل التوابل بتبقى جميله. وزي ما انتم شايفين كده، وحطيت الملح بتاعتنا معلقه ملح واحده صغيره عشان ما يبقاش حادق معانا. هنتبله بقى الكلام الجميل ده كله، ومعلقه صلصه او معلقتين صلصه عشان يدوني لون الفراخ كده وجميله. التتبيله دي تحفه. انت هتعمليها كده تشربيها في بعضيها شويه كده لغايه ما تحسي ايه وزعتي على الوراك كلها التوابل بتاعتنا دي. جميله الطريقه دي وسهله خالص وما فيهاش اي افتكاسات يا جماعه. وطلعت صينيه البطاطس بقى تشم ريحتها من اول الشارع بدون مجامله يعني، او بدون مبالغه. ريحتها تحفه. والصينيه الفخار دي طبعا بتبقى تخلي لي الطعم تحفه. هنا بقى البطاطس بقى زي ما انتم شايفين كده، كنت غسلتها وغسلت البصلايه بتاعتنا. هنقطع كله شرايح كده، والبصلايه برضو هنقطع اجنحه كده او شرايح. واكلتنا سهله وبسيطه وما خدتش وقت مننا. بصي في ربع ساعه تكوني مخلصه الاكله دي، سهله خالص. بس الرز زي ما بقولك كده اعمليه بدري شويه ونقعيه. عارفه لو انا عايزه تنقعيه ساعه نقعيه ساعه،
يعني برضو الساعة هتفرق برضو، من غير ما تحطيه كده ني خالص عشان ما يطلعش ايه محسول معاكي، وحبة نيين في النص الطاجن وحبة مستويين. لا انا عايزاه كله يشرب الحليب بتاعنا كده والحاجة بتاعته، بحيث اول ما تحطيه في الفرن يستوي على طول، مش هياخد سوا معاكي. الحاجات دي مهمة جدا طبعا للبنات اللي هم داخلين المطبخ جداد. انتوا وحشتوني بقى والله. يعني ما باجيش على طول دلوقتي بقى، معلش سامحوني. والله وبشكركم والله كلكم على الكلام الحلو اللي بتكتبوه لي، وعلى المشاهدات، وعلى اللايكات. تسلموا لي يا رب، جوه مصر وبره مصر، كلكم تسلموا لي يا رب. هنا بقى حطيت بقى البصل، وحطيت طبعا 3 معالق صلصه كده، او تحطي معلقتين صلصه على حسب ما انت عايزه. وهنا حطيت فلفل اسمر وكزبره ناشفه، وحطيت برضو ايه البهار المشكل ده معايا، او ال7 بهارات، معلقه صغيره. وحطيت معلقه ملح. وهنحط بقى ايه شويه زيت بس صغيرين. ليه بقى؟ لان الوراك هتنزل طبعا الاقدام بتاعها على البطاطس، فانا مش عايزه كله يبقى اقدام كتير. يعني انت حاولي قللي الاقدام اللي بتحطيه، اذا كان سمنه او زبده او زيت. هنا بقى مقطعه 3 حبات طماطم كده، مقطعهم صغيرين، عشان انا مش عايزه تسبيكات كتير ولا كده. يعني بصي شايفين انت، يعني هي بتعبر عن نفسها، حاجتها خفيفه وحلوه وما تبقاش يعني تقيله. طبعا هنا بقى ايه، لو عندك شوربه هتحط لها كوبايه شوربه، لو ما عندكيش حط لها كوبايه ميه. انا هنا طبعا عشان الوراك عملتها على صينيه البطاطس، فما كانش عندي شوربه. هنا قرن الفلفل الاخضر بقى ده التكايه، ومعلقه توم مفروم. عايزه تقطعي فصين توم حلقات كده قطعيهم، عايزه تحطيهم مفروم، المهم ايه معلقه. هنا اتقلبت كل الكلام ده معايا الجميل ده، والقرن الفلفل ده عطلها تيست عالي طبعا وطعم جميل. هنا صينيه البطاطس دي بتاعتنا كانت تحفه الحقيقه. كده خلصت كده، احط بقى الفراخ فوق الوش بتاعها كده. وطبعا انا بحب اقلب الفراخ، يعني انا حطيتها دلوقتي كده على وشها، يعني بعد شويه قمت قلبها، وبقت نص سوا، قمت قلبها تاني رجعتها زي ما هي، بحطها كده كده على وشها كده تاني، عشان تحمر لي الوش بتاع الفراخ. عشان طبعا بعد ما بلاقي كل ده الكلام ده استوى، بقوم عامله لها وش تحت الشوايه تشوي لي الفراخ الوش كده بتاعها، بتبقى تحفه متحمره وجميله، وبتبقى مشويه في الفرن. حاجه جميله يا جماعه، وما خدتش وقت معانا، على درجه حراره 180 عشان الحاجه تستوي براحتها وتبقى حلوه. اهو هنا بوريكم كده، بصوا شايفين الصينيه الفخار كده فيها صينيه البطاطس تحفه بالفراخ. هنا بقى كنت حطيتهم استووا الاتنين مع بعض، وعملت لها وش كده في الفرن. بصوا الرزايه بقى، كوبايه الميه هنا التكايه دي اللي بتخلي الرز مفرفر معانا يا جماعه. يعني انا ممكن كنت حطيت كله الحليب، بس لا، لازم كوبايه ميه. طلع جميل، وريحته بقى كانت قلبة مطبخ وقلبة الدنيا. اكله جميله يا جماعه، اكله تحسي كده تحفه، ليها مزاج خاص. شايفين الكلام الجميل ده؟ لو وصلتوا بقى لغايه كده حطوا اللايك بقى بتاعي كده، والمشاهده كامله ارجوكم، بس عشان القناه بتاعتي واقعه خالص. بشكركم جدا جوه مصر وبره مصر. بصوا هنا الوراك استوت وبقت جميله ازاي، والبطاطس شايفين استوت، كله استوى مع بعضه بصراحه. تحفه وسهله، ولو عملتيها في عزومه تشرفك. لو اي وقت عملتيها هتاكلي ولادك وجوزك هياكل منها، وهتبقوا مبسوطين، وجميله بصراحه. واكله سهله خالص وما فيهاش اي افتكاسات، بس يمشي على الطريقه اللي انا عاملاها بيها دي. طبعا انتي شاطره، انا بتكلم البنات ايه اللي داخله المطبخ جديد، او عرايس داخلين المطبخ جداد، هتعملي الاكله دي وانتي مغمضه، سهله جدا. او شايفين الكلام الجميل بقى ده؟ ايه رايكم بقى؟ ها، ما تستاهلش لايك يا ماما ليلى؟ ما تستاهلش اللايك بقى؟ يلا حطوا اللايك يا حبايبي، وتسلموا لي يا رب، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. اللي متابعيني جوه مصر وبره مصر كلكم حبايبي واخواتي واصحابي. شكرا لكم على حسن المتابعة، وارجو المشاهدة للاخر. بس اهم حاجة تسلموا لي يا رب، وقولوا لي ايه رأيكم، واكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الكلام الجميل ده. بصوا شايفين حاجة تحفة يا جماعة. الاكل طبعا العين بتاكل قبل البق. هنا المنظر، بصوا المنظر يفتح النفس لوحده، من غير لسه ما حدش ياكل ولا حد مد ايده فيه في الاكل ده. هو المنظر بيعبر عن نفسه. شايفين المنظر؟ انا عملت لكم الاكله السهله دي النهارده. طبعا احنا كل يوم بنقول عايزين نعملوا اكل ايه، بسهل لكم بقى الموضوع. اعملي الاكله دي انتي مغمضه الحقيقه،
طبعا وراك بقى، تعملي فرخة تقطعي على 4، فرختين على حسب عدد الأسرة. والصينية الفخار دي يا جماعة مش غالية على فكرة، دي أنا جايباها ب35 جنيه، وفي بيبيعوها ب30. قولولي ايه رأيكم واكتبولي في الكومنتات.